بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعة لسلسلة فتاوى الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عن الحج، نقدم لكم هذا البيان بعنوان: الإمام المهدي يزيدنا تفصيلا عن معاني شعائر الحج ومناسك الحج. صدر هذا البيان في 7 من ذي الحجة 1433 هجري، والموافق 23 من أكتوبر 2012 ميلادي بحسب التقويم الرسمي لأم القرى. اقتباس المشاركة: كنت أفضل الرد من الإمام أفضل من الردود العشوائية من بعض الإخوة. أما من ناحية التفث فقد ذكرت أنه العرق الذي يخرج من جسم الإنسان، فهل العرق من شعائر الحج؟ تدبر. انتهى الاقتباس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله وآلهم الطيبين والتابعين لدعوة الحق على بصيرة من ربهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها التائه إنك حقا تائه عن الحق، بارك الله فيك. فلا تخلط بين شعائر الحج ومناسك الحج وسنن الحج. فأما الشعائر فمفردها مشعر، وهي الأماكن المقدسة التي تؤدى فيها المناسك تصديقا لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. صدق الله العظيم. أي عند المسجد الحرام، وهو أن يطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك منطقة الصفا والمروة من شعائر الله تصديقا لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. وأما المناسك فهي نسك الحج، وهي أعمال يؤديها الحاج، ونستنبط أن النسك إنما هو عمل يقوم به الحاج من خلال قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صدق الله العظيم. فما يقصد الله تعالى بقوله أو نسك، والنسك المقصود هنا أي الفدية، فلا تخلط بين التسميات أخي الكريم. وأما المشاعر فهي المشاعر المقدسة. ويا رجل، إن الحاج يتسخ بالعرق فتنفث منه رائحة تختلف تسميتها لدى الناس، فمنهم يسميها كور، وآخرون يسمونها تفث، فيقال إن فلان تفث أي كور أو ظفر. والمهم قد علم الجميع ما المقصود أن يقال: يا فلان إنك تفث، أي تعرق كثيرا حتى تظهر لك رائحة تفثة، أي غير مرغوبة، وهي رائحة تفثة بسبب التعرق الخارج من الجسد. ويا رجل، أفلا يسيل العرق من الحاج أثناء تأدية مناسك الحج؟ فكذلك فائدة الغسل أن يزيل الشوائب الأخرى من الحاج كالشعر والغبار، فكيف لا يكون الغسل عند التحلل من سنن الحج وقد أصبحت رائحته تفثة؟ هداك الله أخي الكريم التائه إلى الصراط المستقيم. وكذلك من شعائر الله أشياء أخرى، والمهم لا نخرج عن الموضوع، ولسوف أخبرك عن الحكمة البالغة من الغسل لذهاب تفثهم، وذلك لكونهم سوف ينطلقون إلى البيت العتيق. ويا رجل، فهل تريدهم أن يطوفوا بالبيت العتيق، وهو بما يسمونه بطواف الإفاضة، بعد الزحف من مكة إلى منى ومزدلفة وعرفات والعودة؟ فكيف تريدهم أن يطوفوا بالبيت العتيق بتفثهم برائحة كريهة؟ فكيف ستكون رائحة المسجد الحرام؟ فاتقوا الله. ألا والله إنك حين لا تدخل بيت الله تفثا فإن ذلك من تعظيم حرمات الله حتى لا توسخها، وذلك من تقوى القلوب. ولذلك قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. صدق الله العظيم. وتعظيم حرمات الله هو أن لا توسخها ولا تنجسها أو تجعل رائحتها كريهة بتفثك، بارك الله فيك.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.